الحكاية بتبدأ في غابة بره مدينة سياتل في واشنطن. ولد مراهق بيصحى فجأة ويلاقي نفسه عريان ملط وغرقان في مادة لزجة غريبة. بيقوم وهو بيبص حواليه بكل فضول للمكان الواسع ده، وبعد ثواني بيلمح تعبان سام بيقرب منه وعاوز يقرصه. الواد بكل برود وثبات انفعالي بيمسكه من رقبته وهو طاير في الهواء وبيسيبه يمشي في حاله، لأنه جديد على الدنيا دي وما يعرفش يعني إيه خوف. بيبدأ يتمشى في الغابة لحد ما بيسمع صوت حركة، بيفتكر إنه خلاص لقى ونيس أو بني آدم زيه. بيمشي ورا الصوت لحد ما بيوصل لخيمة ويبص جواها، بس بيقابل صدمة صريخ من شاب وبنت مرهقين كانوا جوه، وبيرجع لورا بسرعة. بيكمل مشي ويدور لحد ما بيوصل للشوارع القريبة من الغابة. هناك بينبهر بزحمة الحياة والدوشة اللي حواليه، وهو دريان خالص إن الناس كلها مبرقاله ومصدومة من جسمه العريان. دقايق والشرطة بتقبض عليه بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام، وبياخدوه لمركز احتجاز الأحداث. بعد شوية لخبطة ودوشة في الحمام بيعرف يغسل المادة اللزجة دي من عليه وبيلبس الهدوم اللي ادوهاله هناك. مدير المركز ليو دانييلز بيشوف الواد وبيتحمس جدا لحالته الغريبة دي. بيقوم متصل فورا بالأخصائية النفسية نيكول ترايجر عشان تيجي تشوفه. نيكول بتقول له هعدي عليك بكرة الساعة 10 صباحا، وبعدين بتغير رأيها وتقول له خلاص هاجي النهاردة بعد الظهر. وعشان تلتزم بكلمتها نيكول بتطنش فطار يوم الأحد اللي كانت مرتباه مع جوزها ستيفن وبنتها المراهقة لوري وابنها جوش، وتجهز عشان تنزل. في نفس الوقت في المركز بياخدوا الواد على صالة الأكل، بيشيل صينية الأكل ويقعد ويبص للناس بيعملوا إيه بالصواني بتاعتهم. وبعد ما ركز معاهم كويس قوي قلت حركاتهم وبدأ ياكل. واحد صايع هناك بيصرخ ويقول يلا يا جماعة عاوزين عصير هنا، في ايه؟ هو كل اللي هنا واخدين حبوب غباء ولا ايه؟ الواد حس براحة رهيبة لما لقى طريقة يسكت بيها جوعه واكل اكله كله. اتغاظ الواد الصايع ده اللي اسمه سكيتر وقال ده مش باصص للغش ايدي ولا حتى مديني عينه. بعد شوية في الحوش وسكيتر لسه متغاظ بيجي مع شلته ويتحدى الواد في خناقة. الواد فضل يقلد حركات سكيتر ويحاول يجاريه في الكلام والحركة، بس مفيش ثواني واخد بوكس متين حدفه في الارض لحد ما ليو جه وانقذه وحط حد للمهزلة دي. ورغم ان مناخيره جاب الدم من البوكس بس ما كانش حاسس باي وجع، بالعكس ده عملها على نفسه وحس براحة غير متوقعة. بعدها نيكول بتوصل المركز وبتقابل ليو بيقول لها الورق كاتب ان اسمه جون دو مؤقتا لحد ما نعرف اصله. نيكول بتقعد تراقب كايل وهي بتتمناه يوريها هو جه منين وشاف ايه في حياته. كايل بيقوم رسم لها رسمه دقيقه جدا للشاب والبنت المراهقين اللي شافهم في الغابه، بس ليو بيقول لها لسه في حاجه تانية لازم تشوفيها بنفسك. الواد ده ما عندوش سره في بطنه خالص. نيكول بتبقى عاوزه تنقذ كايل من البيئه الخطر اللي في المركز، بتاخد قرار انها تخليه يقعد في بيتها كام يوم وتبلغ ولادها بالقرار ده. لوري بنتها بتعترض وبتقول مش عاوزاه يلمس حاجتي خالص، بس ستيفن الاب بيحسم الحوار ويقول طالما امكم قالت هيجي يبقى هيجي وده كلام نهائي. نيكول بتجيب كايل البيت تاني يوم، واول ما بيدخل بيتنحل الصور الاطفال اللي متعلقه في الحيطه. بيستغرب ويسال نفسه هو انا كنت صغير كده في يوم من الايام؟ بعدين نيكول بتلاحظ اهتمامه بجهاز الكمبيوتر اللي في الصاله، بتفتح له لعبه كرتون ومفيش دقايق وبيكون معلم فيها ومقفلها. بس بعد كام دقيقه نيكول بيجي لها تليفون شغل ضروري لحاله طارئه وبتضطر تنزل وتوصي لوري تاخد بالها من كايل. لوري طبعا كانت زهقانه ومخنوقه من شغلانه جليسه الاطفال دي، فتقعد على الكنبه وتلتهي في التليفون والرغي مع اصحابها. وبعد شويه بتبعد اكتر عشان تكلم صاحبها ديكلان، وهو لوحده كايل بيسمع مزيكا حلوه جايه من بره البيت. بيمشي ورا الصوت لحد ما بيوصل لبيت الجيران ويدخل يلاقي بنت اسمها اماندا بتعزف على البيانو. كايل بيقف وراها وهو مسحور بالصوت وبتنزل دموعه في صمت لحد ما اماندا بتلمحه وتشوفه. كايل بيترعب وتجيله حاله خوف رهيبه ويهرب ويجري على البيت. بيدخل يقعد جوه بانيو الحمام ويفضل يعيط مع نفسه. بعد شويه بيعرفوه جوش اللي كان بيبصله بشك وريبه، وبعدها بيقابله ستيفن بيحاول يتكلم معاه ويقول انا مش عارف ليه حاسس اني فاهم كل كلمه بيقولها مع انه ما بيتكلمش. وفجاه اماندا اللي اسمها كارول بتقتحم البيت وهي متعصبه وتشتكي من اللي حصل. نيكول بتتاثر وتعتذر لها جدا وتقول لها انا ما كنتش حابه ان ده يحصل ابدا واشوفك بعدين. بعدها كايل بيقعد مع عيله ترايجر على العشاء وهو بياكل بيعطش، وفجأة وسط صدمة الكل بيكرر نفس الكلمات اللي سمعها من سكيتر في المركز بالظبط. بيقول يلا يا جماعة عاوزين عصير هنا، في ايه؟ هو كل اللي هنا واخدين حبوب غباء ولا ايه؟ بعد العشاء نيكول وستيفن بيقعدوا يتكلموا عن كايل. ستيفن بيقول لها انا شفت بنفسي بطن كايل ناعمة خالص ومن غير سرة، ونيكول بتقول له ان الشؤون الاجتماعية وعدت تلاقي ليه مكان امان على يوم الاثنين. تاني يوم وكايل خارج من البيت مع نيكول بيبقى في راجل غامض مراقبه من الناحية التانية من الشارع. في المكتب نيكول بتعمل لكايل اختبار
اختبار ذكاء مدة ساعة كاملة، الواد بيخلصه في 5 دقايق بالظبط وبيجيب الدرجة النهائية. نيكول بتنبهر أكتر وبتنبهر أكتر وبتبعته يعمل أشعة رنين مغناطيسي. الدكتور بيبص على الجهاز ويقول في إيه؟ الجهاز شكله عطلان ومش مظبوط. نيكول بتسأل يعني ده معناه إنه عبقري خارق؟ الدكتور بيقول لها لا، ده معناه إن الجهاز فيه عطل ميكانيكي ولازم تيجوا في وقت تاني. بالليل كايل ما بيعرفش ينام خالص، فبيتسحب من الأوضة وينزل تحت، بينبهر بشكل التلاجة ويفضل يتفرج عليها لدقايق كاملة. بعدين بيلمح لوري وهي بتتفادى أهلها وبتتسهوك عشان تخرج تروح حفلة وبيمشي وراها. في الحفلة كايل بيعطش وبيشرب بيرة بالخطأ من غير ما يعرف ويسكر ويتعب جامد. في نفس الوقت لوري بتكتشف إن صاحبها ديكلان بيخونها وتسكر من كتر الزعل والعصبية، وفجأة بتهجم الشرطة على المكان والكل بيحاول يهرب في هلع وضجة، بس في ضابط بيمسك لوري ويبدأ يجرها معاها بره. كايل بيبقى عاوز ينقذها بأي طريقة وبيصدم الكل لما بيمشي ويكسر باب إزاز كامل. بعدين بيستخدم ردود أفعاله السريعة ويهين الضابط ويخليه يمشي ويسيبها في حالها. بيشيل لوري ويرجع بيها البيت وينيمها على السرير من غير ما حد من أهلها يحس بحاجة. تاني يوم كايل بيقرب من نيكول ويقول لها أنا خايف جدا. بتقول له مالك وخايف من إيه؟ بيقول لها أنا خايف من كل حاجة حواليا. نيكول بتتأثر جدا بكلامه وتروح تتكلم مع ستيفن. بتقول له أنا مش هقدر أعمل كده ومش هقدر أطرد كايل بره البيت لأن الواد ده في حاجة مش طبيعية ومميزة جدا. ستيفن بيقول لها أنا حاسس بالواد وشارب منه وعارف أنت حاسة بإيه. بعدها نيكول بتروح المركز عشان تاخد ملفات كايل، بس ليو بيصدمها ويقول لها إن الملفات ضاعت. وفي نفس الوقت الراجل الغامض بيبقى راكن عربية النقل بتاعته بره المركز وقاعد يقرأ في ملف كايل اللي سرقه. في البيت وستيفن بيشتغل، كايل بيفضل يتفحص البيت بكل فضول. ستيفن بيشوفه ويقول له اوعى تلمس ده سم عشان نقتل بيه الفيران. كايل بيسأله يعني الفيران دي أعدائكوا؟ ستيفن بيقول له لا يا كايل، احنا بس مش عاوزينهم يدخلوا البيت عندنا. بعد شوية ستيفن بيبقى متغاظ ومتعصب لأنه خسر ملفات مهمة من على كمبيوتره. كايل بيشوفه ويقوم ناقل الأكواد ومكررها على اللابتوب في ثواني، ووسط فرحة وانبهار ستيفن بيرجع له كل الملفات الضايعة في ثواني معدودة. في الناحية التانية من البيت جوش بيدخل أوضته ويلاقي المجلة اللي أمه كانت مخبياها عنه. بيبقى عارف إن كايل هو اللي ورا الحركة دي وبيخرج عشان يشكره ويقول له أنت برنس، خد لك لقطة من دي. بعدين العيلة كلها بتتجمع على العشاء. نيكول بتقول كنت بفكر وبتمنى انكم ما تتضايقوش لو كايل قعد معانا فترة اطول شوية. كل واحد من التلاتة بيوافق بطريقته وبعلامات بسيطة خلت كايل يحس انه مرغوب فيه ووسط اهله. في ليلة من الليالي كايل بيفضل صاحي لحد وش الفجر وهو بيستغرب ازاي البشر بيناموا ساعات طويلة كل يوم. بيقول لنفسه مع ان في حاجات كتير محتاجة تتكشف وتتشاف في الدنيا دي. بينزل تحت ويهجم على التلاجة ويدوق كل حاجة هناك، بداية من الموز بقشره والبيض الني اللي كره طعمهم جدا لحد صوص الشوكولاتة. وأول ما بيشبع بيفضل يتمشى في الصالة وبيفتح بالصدفة فيلم كاراتيه صيني وينبهر بيه جدا. بعد شوية صوت الفيلم بيصحي عيلة ترايجر كلهم وبينزلوا عشان يشوفوا فيه ايه. بيتصدموا لما بيلاقوا كايل بيعمل حركات الكاراتيه وبيتكلم صيني بطلاقة رهيبة. ستيفن بيزعل لكايل ويسأله هو انت عندك مشاكل في النوم؟ كايل بيقول له انا مش بنام اصلا وانتوا بقالكم معايا اكتر من اسبوع وتفتكروا اني نمت ولا مرة؟ بيقول لهم أنا ما نمتش خالص قبل كده في حياتي. كايل بيقضي باقي الليلة وهو بيستغرب ليه البشر مهووسين بفكرة الوقت كده، وبيفضل يراقب كل واحد من عيلة ترايجر وهو بيسابق الزمن تاني يوم الصبح على الفطار مع جوش. بعدين بينبهر لما بيشوف جوش بيقشر الموزة قبل ما ياكلها، فبيعمل زيه وبيتبسط بطعمها جدا. بعدها بيجي المحقق برين يزور كايل في البيت، بيسأله تفتكر ليه ما كنتش لابس هدوم خالص لما لقوك في الغابة؟ كايل بيقول له أنا ما افتكرش إن كان عندي هدوم أصلا في يوم من الأيام. المحقق بيقول لنيكول مفيش أي بلاغ عن مفقودين يطابق مواصفات كايل خالص في الدفاتر. في المدرسة ولوري وهيلاري متغاظين من اللي ديكلان عمله في الحفلة وبيقربوا منه بقوة. بيقولوا له احنا شفناك وانت مقطعاني البنت المضروبة دي في حفلتك وما بطلتش. ديكلان بيحاول يبرر ويقول دي هي اللي كانت مقطعانيني ومش سايباني في حالها. لوري بتقول له سيبوه يندم على الكلام ده شوية مع نفسه ومحدش يعبره. في مكان تاني نيكول بتاخد كايل لأول كشف عند الدكتور وبتعرفه بالدكتور ستون وتوري له نتائج الرنين. الدكتور بيقول فعلا الواد ده عنده قدرة خرافية وغير عادية في الرياضيات والحساب، بس مفيش بني آدم طبيعي يقدر يعمل كل النشاط ده في مخه مرة واحدة. بعدين الدكتور ستون بيكشف على كايل كشف جسماني ويقول له نام على ظهرك يا سي كايل. وهو خارج مع نيكول
الدكتور بيديها حباية منومة قوية جدا وبيوعدها إنها هتعمل المفعول وتخليه ينام فورا. ولما بيوصلوا لمنطقة الاستقبال بيتفاجئوا بالناس كلها بتسقف لكايل بعد ما خلص بازل معقد جدا في كام دقيقة بس. في البيت جوش بيقعد يألف نظريات مجنونة عشان يفسر حالة كايل الغريبة. بيقول لأمه: يا أمي أنا بقولك كايل ده مش بني آدم وأكيد كائن فضائي من بره الكوكب. نيكول بتطنش تحيلات جوش المجنونة وبتروح تتكلم مع كايل بكل هدوء. بتقوله: ساعات الناس ما بيعرفوش يناموا لأنهم قلقانين من حاجة حصلت لهم في الماضي، وأنا عاوزاك ترسم أي حاجة تيجي في بالك. بعد شوية ستيفن ونيكول بيحاولوا يتفحصوا الرسومات الكتيرة اللي رسمها كايل. ستيفن بيقول الطريقة اللي بيرسم بيها غريبة، كأنه بيلقط صورة بكاميرا في دماغه وبعدين بيطبعها على الورق. وعشان تهدي أعصاب كايل وتخليه مرتاح على الآخر، نيكول بتعمل له شاي كموميل دافي. كايل بيفضل باصص للبراد ومسحور بالصوت اللي بيعمله وهو بيغلي على النار. جوش بيدوقه ويقول طعمه زي بول الحصان بالظبط. نيكول بيزعق وتقول: جوش، هو بول الحصان طعمه ايه اصلا عشان تعرف وتقارن؟ جوش بيقول ده مجرد تعبير بس قليل الأدب شوية ومشهور. بعد ما بيخلص كايل بيروح مع جوش أوضة النوم والاتنين بيقربوا من بعض ويبقوا أصحاب لحد ما ستيفن ونيكول بيوصلوا. بيدوا كايل الحباية ويقولوا له لازم تنام دلوقتي حالا ودي هتساعدك. كايل بياخدها ويقول وبعدها هنام. بعد 2.5 ساعة كايل لسه صاحي ومطبق وجواه رغبة قوية إنه يستكشف العالم من حواليه، فبيتسحب في هدوء ويخرج من البيت ويفضل باصص للسما الهادية وهو مسحور بجمال النجوم. وهو بيتمشى كايل بيلمح الراجل الغامض جوه عربية النقل وهو بيراقبه وبيمشي وراه لحد ما في كلب بيبدأ يهوب ويجري وراه ويخوف الراجل ويخليه يهرب بسرعة بالعربية. بعد ثواني أماندا بتلمح كايل من شباك أوضتها وهي مستغربة. بتقول له أنت بتعمل إيه بره في الوقت المظلم ده؟ بيقول لها مش عارف أنام خالص. بتقول له أكيد بيدوروا عليك دلوقتي ولازم يكونوا بيعملوا كده فعلا ومهتمين. كايل بيبدأ يرجع البيت بس بيخبط في لوري وهي واقفة في الصالة. بتقول له أنت صاحي ليه ونازل من السرير في الوقت ده؟ لوري بتقول مفيش، أنا سمعت الصوت تحت وكنت عاوز أتأكد إنه كويس ومش محتاج حاجة. بعدين ستيفن بياخد كايل على السرير ويسأله أنت كنت بتعمل إيه بره في الضلمة؟ كايل بيقول له كنت بتفرج على النجوم اللي في السماء. جوش بيسمعه ويقول له أنتوا عيلتكم الحقيقية يا صاحبي عايشة في النجوم هناك بره الأرض. ستيفن بيزعق لجوش ويقول له بطل تهريج معاه، هو ما يعرفش إنك بتهزر وهيصدقك. بعدين نيكول القلقانة بتتصل بالدكتور ستون وتقول له إن الحباية المنومة ما جابتش أي نتيجة مع الواد. بتقول له إزاي هيكون مرتاح هنا لو مش عارف ينام في البيت أصلا وسطنا؟ الدكتور بيقول لها لو الموضوع ده استمر أنا هضطر أحطه في المستشفى ونديله مهدئات قوية عشان يقعد ساكت. نيكول بتقول له خلاص لو لازم الأمر يبقى يعمل كده. في مكان تاني لوري بتطرد من شغلها في المطعم لأنها غابت عن الوردية بتاعتها وبتقعد مع ديكلان وهي مخنوخ. ديكلان بيقول لها هو إيه اللي حصل ليلة امبارح؟ أنت ما خرجتيش خالص وحاسس إنك بتشتغليني وبتدوري عليا. في نفس الوقت وعشان يتعب كايل ويخليه يفرط ستيفن بياخده يجري معاه في التراك. بيقول له الخطة هي إني أتعبك وأخليك تجيب جاز عشان تروح وتنام فورا. بس ستيفن بيرجع البيت وهو مفرط ومصدوم من السرعة الرهيبة اللي كايل كان بيجري بيها وما بطلش. بيشوف إن خطته فشلت فشل ذريع وبيلاقي نيكول قاعدة بتتفحص رسومات كايل بكل قلق. نيكول بتقول لستيفن أنا هفضل صاحية الليلة دي وأراقبه بنفسي عشان أتأكد إنه مش يخرج ويتسحب بره البيت. ستيفن بيقول لها هنقعد بنظام ورديات وأنا هبدأ الوردية الأولى دلوقتي. وعند نص الليل نيكول بتستلم الوردية من ستيفن اللي عنده اجتماع مهم جدا الصبح بدري. كايل بيقول لها أنا حاسس إن جسمي بقى أبطأ بس دماغي مش قادرة تبطل تفكير في كل حاجة. نيكول بتقول له خلاص عد بالعكس من 1000 لحد 1 في سرك. بتقول له لا خليهم 100,000 عشان ياخدوا وقت. تاني يوم الصبح نيكول بتروح عليها نومة وتصحى متأخر وتتفاجئ إن كايل لسه عمال يعد بالعكس وما وقفش. بتجري تصحي جوزها بسرعة وتقول له شوف الواد بيعمل ايه. ستيفن بيقول لها انتي قلتي انه هيقعد هنا لحد ما حد يسأل عليه او نلاقي له مكان تاني، بس الوضع ده كأن في بيبي جديد في البيت ومقعدينه جنبه. نيكول بتقول له والبيبي الجديد بيهرنا برضه وتعبنا معاه. ستيفن بيقول لها بس ده مش مكانه هنا يا نيكول ولازم يفهم ده. كايل بيسمع الكلام ده بالصدفة ويتأثر ويزعل جدا ويقوم سايب البيت وخارج في صمت. ورغم تدوير العيلة المكثف والشرطة اللي قلبت الدنيا بس ملوش أي أثر طول اليوم واختفى تماما. نيكول بتقول ده غايب من الصبح وهو ده كل اللي الشرطة تقدر تعمله وتوصل له. جوش بيسأل هو الشرطة تعرف إن كايل مختلف شوية وعنده قدرات خاصة وكايل ما يعرفش أي مكان يروح له أصلا في البلد دي. نيكول بتقول له لا هو عارف هو رايح فين بالظبط ودماغي هدتني لمكانه. عيلة ترايجر بتجري فورا على الغابة وبيرتاحوا جدا لما بيلاقوا كايل واقف فوق جذع شجرة مقطوع في نفس المكان القديم. بيسألوا أنت بتعمل إيه هنا وليه جيت المكان ده بالذات وسبتنا؟
كايل بيقول جيت هنا عشان عيلتي تقدر تلاقيني وتوصل لي تاني. نيكول بتقول له وانا اعتقد اننا لسه لقيناك دلوقتي حالا وبقينا عيلتك. جوش بيقول يا ريت، ده شيء جميل وحنين قوي وكلام يدخل القلب. اول ما بيوصلوا كايل بيبقى خلاص جاب اخره ومفرط وبيدخل يغسل جسمه بالميه. نيكول بتقول له مبروك، شكلك خلاص تعبت وجبت اخرك، والنهارده ليلتك يا كايل ولازم تلاقي المكان الصح لنفسك عشان ترتاح وتنام. كايل بيلاقي راديو قديم بيشغله على صوت شوشرة بيضة بتهديه وتريحه جدا في ودنه. ولما ستيفن ونيكول بيدخلوا بيطمنوا ويرتاحوا لما بيلاقوه نايم جوه البانيو لأول مرة من حوالي أسبوعين كاملين ومغمض عينه. تاني يوم الصبح ورغم كل محاولات العيلة عشان يصحوه من النوم، بس كايل بيفضل نايم ومتنح ومش حاسس بحاله. ستيفن بيتضايق ويقول ده مش صح أبدا، أنا لازم آخد دش قبل ما انزل الشغل دلوقتي حالا والوقت بيجري. بعدها نيكول بتجهز شنطة لكايل وبتحضره عشان يروح الشغل مع ستيفن، وجوش بيتجهز عشان يروح المدرسة الصيفية بتاعته. في نفس الدقيقة المحقق برين بتتصل بنيكول على التليفون، بيسألها انت عرفتي حاجة جديدة عن كايل او تفتكري فيه سر وراه؟ المحقق بيقول لها شكله كده كايل ليه علاقة بجريمة قتل غامضة حصلت في المكان. بيكمل ويقول الرمز ده كان موجود على كارت امان لقيناه قريب من الجثة وبقايا العظام اللي في الغابة. في مكان تاني في المكتب ستيفن وكايل بيوصلوا ويلاقوا الكل مشدود ومتسترس بسبب عطل مفاجئ وفرتكة في السيرفر بتاع الشركة. ستيفن بيسيب كايل مع السكرتيرة أليسون وبيدخل اجتماعه المقفول مع المدير التنفيذي براد بيقول له هم موظفين في الاول وفي الاخر، وانت عارف ان اليوم ده جاي واحنا عندنا تصفيات ولازم نمشي ناس وانت عارف كده ولازم تبلغهم بنفسك. ستيفن بيقول له لا مش هقدر اعمل كده في الناس دي. براد بيقول له لازم تعمل كده، انت عندك ولاء للشركة دي ومش عاوز اسمع منك ولا كلمة تانية بره الموضوع ده. في نفس الوقت بره كايل بيفضل يتمشى في المكتب بكل فضول لحد ما بيوصل لأوضة السيرفرات ويبدأ يقرأ الكتالوجات الضخمة والمعقدة اللي هناك. وفي الناحية التانية من المكتب وبعد ما خلص اجتماعه الصعب ستيفن بيكتشف ان كايل اختفى من مكانه. بيبدأ يدور عليه وهو مرعوب مع أليسون، والاتنين بيتصدموا لما بيلاقوه قاعد على أرض أوضة السيرفرات والسيرفر المتفكك كله بين إيديه حتة. وعشان يلحق المصيبة بأسرع طريقة ستيفن بيجري عشان يتصرف ويزعق ويشوف حل، بس أليسون بتبص وبتكتشف ان السيرفر اشتغل وبتقول له الله ينور عليك، ده الواد فرتكه وصلحه واشتغل وبقى تمام التمام. بعدين في البيت نيكول بتلاقي كايل قاعد بيرسم كالعاده جوه البانيو اللي بيحبه. بتقول له بما انك بقيت تنام احسن وتظبط نومك، ايه رايك نرجع السرير التاني لاوضه جوش عشان تقعدوا مع بعض؟ كايل بيقول لها بس انا حابب البانيو وفي حاجه مريحه ومش عاوز اسيبه خالص. نيكول بتقول له تمام وبتوريه صوره الرمز اللي كان على كارت الامان من صوره الشرطه اللي بعتوها. وبعد ما ركز فيه كويس كايل بيقول لها انه ما عندوش اي فكره الرمز ده بتاع ايه وما يعرفوش خالص وما شافوش قبل كده. بعد شويه جوش بيطلب من ابوه اذن عشان يقعد يلعب العاب فيديو على الجيمز. ستيفن بيزعق له ويقول له لو ما نجحتش في المدرسة الصيفية مش هتروح المدرسة الثانوية السنة الجاية مع أصحابك، وهو ده اللي انت عاوزه تتممناه. جوش بيمشي وهو متضايق وستيفن بيقول لمراته واو أنا ما كنتش فاكر إني أكون شديد وقاسي كده معاه في الكلام. نيكول بتقول له الواد ذكي ومفيش منه بس محتاج يركز شوية في مصلحته. وبعدها وعشان ياخدوا راحتهم في الكلام ومحدش يسمعهم نيكول بتاخد ستيفن على ورشة الشغل بتاعته في الجراج المقفول، وهناك جوه الجراج بتحكي له عن مكالمتها الخطيرة مع المحقق والكلام اللي قالته لها. ومن غير ما يحسوا ومن ورا الشيش بيبقى الراجل الغامض واقف بره وقاعد يتصنت على كل كلمة بيقولوها وبيسجلها في دماغه. في نفس الوقت جوش بيقعد يرشي كايل بالحلويات والشوكليت المفضلة بتاعته اللي بيحبها عشان يخليه يحلله امتحان الرياضيات الصعب بتاع المدرسة الصيفية بداله، ومخطط في دماغه انه يقدمه للمدرسين على اساس انه حله هو ومجهوده الشخصي. تاني يوم الصبح الكل فاكر ان لوري اخدت كايل معاها الشغل زي ما طلبوا منها، وكلهم سابوه وراهم وهو نايم في البانيو. لوري بتنزل لوحدها وبتقابل هيلاري عشان يتجسسوا على داكلين اللي كان قايل لها انه بيقضي اليوم بيلعب جولف مع ابوه. هيلاري بتقول لها احنا كده بنراقبه ودي حاجه روشه جدا. لوري بتقول لها احنا ما بنراقبوش ولا حاجه، احنا بس بنتاكد. وبعد كام دقيقه لوري بتتاكد من شكوكها وبتتصدم لما تشوف داكلين مقضيها مع اصحابه ورايق في البيت. كايل بيصحى متاخر وبيزعل جدا ان محدش حس بيه ولا حس انه متساب وراهم. وبعدين وهو بيلف في البيت بيلاقي دش الحمام مش شغال، وعشان يحسسهم انه مفيد بيطلع على السطح عشان يصلحه. وهي ماشيه بعربيتها اماندا بتشوف كايل وهو بينط من على السطح للارض من غير ما حد يساعده، وبتتخض وتخبط عربيتها. بتقول له انت نطيت من على السطح كده عادي؟ كايل بيقول لها كنت لازم انزل تحت باي طريقه. اماندا بتقول له انا كده اتعاقبت رسمي وهتنفخ. وبعدين لوري بتوصل وتاخد كايل وتدخله جوه البيت. في مكان تاني الراجل الغامض بيستقبل مكالمه على تليفونه، بيقول
بيقول الوقت ده هو كل اللي أنا محتاجه عشان أغطي على خطواتي ومحدش يوصل لي. اللي بيكلمه بيقول له اعمل شغلك أحسن من كده وبطل لعب. وفي نفس الوقت جوه البيت لوري بتدي كايل هدوم نظيفة وبتبدأ تعلمه شوية حركات. بتقول له صدقني الرجالة دول كلهم كدابين ودي حقيقة مفروغ منها. بتقول له يلا يا كايل انت ولد والمفروض الكذب ده يكون حاجة طبيعية وماشية في دمك. بعدين أماندا بتجري على البيت وتطلب مساعدتهم. بتقول أنا محتاجة أخبي عربيتي دي بأي شكل. لوري بتقول لها قولي لمامتك إنها كانت راكنة في حتة وحد خبطها ومشي. كايل بيقول لها أنا كنت فاكرك بتقولي إن الرجالة بس هم اللي بيكذبوا. على العشاء كايل بيتفاجئ لما بيشوف لوري وجوش بيألفوا كذباتهم بكل سهولة وبقلب ميت. لوري بتقول لا ده كان يوم زي الفل، وهو فضل قاعد هناك جنب الكاونتر وبيرسم طول الوقت. جوش بيقول بالمناسبة أخبار امتحانك إيه يا لوري؟ لوري بتقول عديت ونجحت. كايل بيقف ويقول أنا امتحنت مكان جوش، ما كنتش في الكافيه خالص، أنا كنت هنا لوحدي طول اليوم. لوري وجوش بيقولوا له في نفس الوقت اخرس خالص يا كايل. بعدها وعشان يواسيه ستيفن بيمشي ورا كايل ويطلع على السطح. كايل بيقول له أنا كل اللي كنت عاوزه إني أساعد مش أكتر. ستيفن بيقول له الكذب مش هو الحل ولا الطريقة الصح. كايل بيقول له بس أنت برضه مش المفروض تكذب عشان تحمي الناس اللي بتحبهم. في نفس الوقت نيكول بتاخد وتدي في الكلام مع لوري. لوري بتقول لها أنا كنت خايفة أقول لكم إني انطردت من الشغل. نيكول بتقول لها وليه الخوف ده؟ أنا حاسة إني مريت بكل حاجة أنت بتمري بيها دلوقتي دي قبل كده. وبعد كلامه مع كايل ستيفن بيتشجع ويكلم براد. بيقول له أنت ما تقدرش تعمل كده في الناس. بيقول له هم من حقهم يعرفوا الحقيقة. براد بيقول له تعالى بكرة الصبح وأنت اللي هتبلغهم الأخبار الزفت دي بنفسك. ستيفن بيقول له سلام وبيقفل السكة. في مكان تاني كارول بتزعق لأماندا على استهتارها وعدم مسؤوليتها. أماندا بتقول لها أنا اللي عملت كده وأنا اللي كسرت العربية. وبتقول الكذبة دي كانت سهلة عشان كنت عارفة إن ده الصح اللي لازم أعمله. كايل بيرجع البيت ولسه شايل في نفسه من كل اللي حصل. لوري بتقول له أنا ما كانش قصدي اللي قلته وما كانش المفروض أطلب منك إنك تغطي عليا. كايل بيقول لها مفيش مشكلة، أنا حاسس إني فهمت قصة الكذب دي ماشية إزاي دلوقتي. تاني يوم الصبح ستيفن ونيكول بيصحوا كايل وبيعملوا له مفاجأة وبيوروه مرشة حولوها لأوضة خاصة بيه وفي نصها بانيو عشان ينام فيه. كايل بيتفاجئ وأخيرا بيحس إنه جزء من العيلة دي ويشكرهم من قلبه. ولما نيكول بتبدأ تعلق رسومات كايل على الحيطة بتلاحظ نمط متكرر في الرسومات، بترصهم جنب بعض وبتتصدم صدمة عمرها لما بتلاقيهم بيجمعوا شكل الرمز اللي على كارت الأمان. في الليلة دي والأول مرة كايل بيحلم حلم بيشوف فيه نفسه بيعوم مع أماندا وبيستغرب وبيسأل نفسه هي الأحلام دي بتجيب حاجات من الماضي ولا بتتوقع المستقبل اللي لسه هيجي. تاني يوم الصبح نيكول بتتصل بالمحقق عشان توري رسمة كايل الغريبة. المحقق بيقول الكل كان قلقان ومستني الصور دي تظهر. نيكول بتقول يمكن دي حتت متكسرة من ماضيه وبدأت تظهر في وعيه دلوقتي. بعدين بيطلبوا من لوري تاخد كايل وجوش حمام السباحة بتاع الحي بينما ستيفن ونيكول بيروحوا المدرسة الثانوية عشان يسجلوا كايل فيها. في مكان تاني الراجل الغامض واسمه توم فاس بيقابل مدير شؤون الموظفين دانيس في مكتبه عشان يستقيل من الشغل. دانيس بيطلب منه كارت الأمان بتاعه. توماس بيديله الكارت اللي عليه نفس الرمز اللي لقوه في مسرح الجريمة وبيمشي في هدوء. في حمام السباحة لوري بتقعد مع هيلاري بتقول لها يا ترايجر فيكي ايه مالك؟ لوري بتقول لها مفيش حاجة خير ان شاء الله. وهناك كايل وجوش قاعدين مع بعض. كايل بيسأل جوش هي أماندا قاعدة فوق كده ليه؟ جوش بيقول له هتنطط عشان تنقذك لو ما كنتش بتعرف تعوم وبتغرق. في المدرسة الثانوية ستيفن ونيكول بيقابلوا المدير مستر هوبر. المدير بيقول لهم انتوا كده بتطلبوا مدرس خصوصي قاعد معاه لوحده وده حقكم القانوني واحنا ملزمين نوفره لكم. في حمام السباحة وعشان يقرب من أماندا اللي شغالة منقذة هناك كايل بينط في المية وبعد ثواني أماندا بتشوف كايل وهو بيغرق وبتنط وراه وتسحبه لبره. الحركة دي بتخلي كايل يحس بشعور غريب ومثير وبيتكسف جدا. ولما بيرجعوا البيت جوش بيحكي لأهله على اللي حصل وستيفن بياخد كايل على جنب عشان يكلمه. ستيفن بيسأله انت عمرك ما حصل لك انتصاب قبل كده؟ كايل بيقول له لا مش فاكر ان ده حصل لي خالص. ستيفن بيقول له ده شيء طبيعي جدا بس الفكرة انك مش المفروض تخليه يحصل في مكان عام قدام الناس. تاني يوم ديكلان بيجي بيت لوري وبيطلب منها بأدب انها تخرج معاه في ديت. لوري بتتفاجئ وبيخططوا انهم يروحوا حفلة جاية مع بعض. بعدها أماندا بتيجي البيت وتروح على أوضة كايل عشان تتكلم معاه عن كل حاجة. ولما بتدخل هناك بتشوف الرسومات الكتيرة اللي كايل رسمها ليها وبتتخض وبتحس ان الموضوع مريب وبتجري بره. بعدين
جوش بيعرض على لوري عرض، بيقول لها أنا وإنتي كنا بنفكر إننا مش المفروض نجيب كايل حمام السباحة النهاردة بالذات بعد اللي عمله امبارح. بيقول لها هما بيدوا دروس هناك ساعتين كل يوم. لوري بتوافق وبتدي جوش الرقم البنت اللي معجب بيها أشلي زي ما اتفقنا قبل ما نسجل كايل في دروس السباحة مع أماندا. ورغم إنه كان متوتر وهو بيتدرب مع أماندا، بس كايل بيتعلم العوم في دقايق وبيبدأ يعوم زي الأبطال بالظبط. بعدها أماندا بتقرب من كايل عشان تبارك له، بتقول له ماما مش هتكون موجودة بكرة بعد الظهر، فتعالى بيتنا هوريك حاجة هتعجبك. في مكان تاني توم بيرجع بيته وبيلاقي دينيس مستنيه وهو مبتسم بخبث. بيقول له الكارت بتاعك ده أنا مشيته في السيستم عشان أوقفه. بيقول له وأنا حاسس إنك مش عاوز الشركة تعرف أنت كنت بتهبب إيه وبتعمل إيه ورا ظهرهم. بعدين كايل بيروح بيت أماندا وهناك بتوريه شوية لوحات من رسم أبوها. بتقول له الفن إنك ترسم اللي أنت حاسس بيه مش بس اللي أنت شايفه بعينيك. بتقول له الفن إنك تحط حتة من روحك في الحاجة اللي بتعملها وكل إحساس جواك. كايل بيقول لها أنا ما كنتش أعرف إني أقدر أرسم الإحساس اللي جوايا وأطلعه على الورق. في البيت جوش وهو متوتر بيكلم أشلي في التليفون، بيقول لها ألو أنا جوش ترايجر. بتقول له أهلا إزيك. بيقول لها أنت رايحة حفلة جيف بريستون الليلة دي؟ ده شيء عظيم، هشوفك هناك بقى. بعدين جوش بيقنع كايل انه يروح الحفلة معاه، وكايل بياخد معاه الصورة الجديدة اللي رسمها لأماندا وعنده امل يديها لها هناك ويقول لها هو حاسس بايه ناحيتها. نيكول بتقول لهم باي يا ولاد. لوري بتقول للكايل انت مش رايح في حتة، انت هتقعد. بس نيكول بتقول له لا روح واتبسط بوقتك يا كايل، مفيش مشكلة. في الناحية التانية من المدينة توم بيعزم ديكلان على أساس إنهم هيتكلموا ويتفاوضوا، وبيقوم مخلصه وقتله. الثلاثي بيوصلوا الحفلة. لوري بتقول لهم افتكروا القواعد، مفيش شرب مفيش ترجيع، ونمشي من هنا الساعة 9:45 بالدقيقة. بعدين أشلي بتظهر وتسلم على جوش وتاخده معاه للجاكوزي وينطوا فيه ويقعدوا مع بعض. بس حظ جوش المنيل بيوقعهم في ايد المشرفين ويفضحوهم ويأمروهم يخرجوا بره فورا. في نفس الوقت لوري بتنام مع ديكلان في الشجر بس بتندم على قرارها بسرعة. لوري بتحس انها قرفانة من نفسها وبترجع الحفلة وتلاقي هيلاري السكرانة بتظبط كايل. لوري بتقول لها سيبي الواد في حاله يا هيلاري، انت ايه اللي بتعمليه ده؟ ابعدي عنه فورا. هيلاري بتقول لها يا عيني على ديكلان الغلبان، انا ما كنتش المفروض اقول له يخرج معاكي من الاول. هيلاري بتقول لها مين كان يصدق انك هتبقي سهلة قوي كده بعد كل الوقت ده. في البيت ستيفن بيعتذر لنيكول، بيقول لها احنا محتاجين نرخي الحبل شوية معاهم. بيقول لها انا عارف انه مريض عندك بس خلينا نتعامل معاه زي ما بنتعامل مع جوش ولوري بالظبط. بعدها اماندا بتوصل الحفلة مع صاحبها تشارلي وكايل قلبه بيتكسر وبيرمي الرسمة في حمام السباحة. ولان الحفلة باظت على الثلاثي كل واحد فيهم بيقرر يمشي بدري ويرجعوا البيت. بعد كام يوم وفي اول يوم مدرسة ستيفن ونيكول بيباركوا لبعض انهم عدوا الصيف ده على خير ومن غير خسائر. وبما ان الولاد هيفضلوا في المدرسة طول اليوم بيخططوا في السر انهم يقضوا كام ساعة حلوين مع بعض بعد الظهر. بيستعجلوا الولاد عشان ينزلوا ونيكول بتوصلهم المدرسة وستيفن بيروح شغله. ومن غير ما حد يحس توم بيكون مراقب المشهد ده من بعيد، واول ما كله بيمشي بيكسر البيت ويدخل. في المدرسة كايل بيبقى مبهور بكل حاجة حواليه، بيحاول يفهم على اي اساس شلل الاصدقاء بتتكون وبيتسائل هو ممكن يلاقي حد شبهه في المكان ده ولا لا. على الناحية التانية لوري بتحاول تصفي الخلافات مع هيلاري اللي بتتكبر عليها وبتتريق على لبسها مع انها لابسة نفس البلوزة. في نفس الوقت جوش بيكتشف انهم حطوه في فصول التقوية وبيحبط جدا، وبعدين بيقلب الموضوع هزار مع اصحابه اللي نجحوا وعدوا. وبين ما كايل بيحاول يستوعب كل حاجة نيكول بتعمل اجتماع خاص مع مستر هوبر. هوبر بيقول لها الواد ده قضى فترة في مركز احداث واحنا قدامنا 5 ساعات اختبارات ولازم نبدأ دلوقتي. في مكان تاني لوري بتحضر حصة الرياضيات مع مستر ميلر. مستر ميلر بيكتب مسألة على السبورة ويقول اللي هيحل دي قبل نهاية الترم هياخد امتياز تلقائي في المادة بتاعتي. ورغم ان هيلاري هي اللي بدأت وبعتت الورقة بس لوري هي اللي بتتمسك وبتتهزق وتاخد حجز بعد المدرسة كعقاب. في فصول التقوية بيطلبوا من جوش يقرأ بصوت عالي وبيقرأ بيرفكت و100 مش زي زمايله الجداد في الفصل، بس ده بيجيب له وجع دماغ من واد متنمر اسمه توبي. في نفس الوقت كايل بياخد الجزء الأول من الاختبار اللي مدته 7 ساعات وهو التاريخ، ولما بيبدأ يقرأ
بيكتشف إنه ما يعرفش ولا اسم ولا تاريخ من المكتوبين، وبعد شوية بيسمع جرس الفسحة وبيطلع يتمشى بره الفصل، ويلاقي نفسه بالصدفة في فصل مستر ميلر. بيفرح لما بيشوف مسألة الرياضيات وبيحلها في ثواني معدودة. في وقت الغداء كايل بيروح الكافيتيريا وبيتعرف على واد منبوذ ومنطوي اسمه إلكي. إلكي بيقول له أنا كمان برسم، هو حد زقك عليا وقالك تقعد هنا معايا؟ دمك خفيف والله. وفي نفس الوقت من على ترابيزته توبي بيسمع جوش وهو بيتريق على فصول التقوية وبيتعصب ويفور. في مكان تاني ونيكول بتجهز عشان تقضي بعد الظهر مع جوزها ومش دريانه ان توم لسه في البيت، بتجيلها مكالمه من ستيفن بيقول لها انا مش مصدق اننا عندنا ساعه كامله لوحدنا من غير دوشه. نيكول بتقول له ساعه دي يا دوب تلحق. ستيفن بيقطع كلامها ويقول لها نيكول انا حاسس ان في حد بيكسر البيت ويدخل. ستيفن المرعوب بيجري باقصى سرعته ويدخل البيت ويدور على نيكول بجنون لحد ما بيلاقيها في اوضه كايل بتتكلم مع توم بكل هدوء. ستيفن بيسألها في ايه وايه اللي بيحصل هنا؟ توم بيقول له انا كنت في الدوريه بتاعتي وشفت حد بيكسر الشباك بتاعكم، الحاجه دي بتاعت حد فيكم؟ نيكول بتقول له لا انا متاكده انك وقعتها وانت بتجري. ستيفن بيحس ان القصه دي متركبه ومش صدفه وبيتصل بشركه الامن بتاعتهم. بيقولوا له ايوه توم ده موظف جديد عندنا واسمه توم فاس ولسه بادئ الشغل الاسبوع ده. بيقولوا له توم ده خلفيته العسكريه مبهره جدا وراجل مخضرم وواخد اوسمه كتير. في المدرسه إلكي بيوري كايل المكتبه وكايل بيقضي الساعتين الجايين بيقرا في الموسوعات العلميه بشراهه. بعدها اماندا بتقرب من كايل وتساله انت عندك اي مشاعر ناحيتي يا كايل؟ ولان كايل عارف هي عاوزه تسمع ايه بياكد لها انه مجرد صديق مش اكتر. في نفس الوقت توبي بيقصد جوش بيقول له يا عم انا مش عارف انت مشكلتك معايا ايه، انا ما عنديش مشكله معاك، يبقى انت اللي عندك المشكله مش انا. كايل بيتدخل ووسط صدمه الكل بيدافع عن جوش من غير ما يستخدم اي عنف نهائي، بس المشكله بتتحل اول ما مستر اوبر بيتدخل ويفض الليله. هوبر بيقول لنيكول باين عليه انه كان بيوقفه مش بيزقه، بس انا اسف مفيش مكان لواد زي كايل في المدرسه دي خالص. في مكان تاني لوري بتروح الحجز وتلاقي مستر ميلر مبهور ومستغرب مين اللي حل مساله الرياضيات المستحيله بتاعته دي. لوري بتلمطها وهي طايره وتفهم ان كايل هو العبقري ده وبتعرض على المدرس انه يدلها على الفاعل. مستر ميلر اللي كان طاير من الفرحه عشان يعرف مين الطالب ده بيقتحم اجتماع مستر هوبر بكل اندفاع. بيقول له يا مستر هوبر الطالب ده لسه حل مساله رياضيات مستواها بتاع دراسات عليا وهو حتى مش عارف يفهمني حلها ازاي. بيقول له انا لازم اشتغل معاه وانمي قدراته دي. هوبر بيقول له بس الواد ده ما جاوبش ولا سؤال واحد في امتحان التاريخ. كايل بيقول له انا ما كنتش عارف الاجابات ساعتها بس انا دلوقتي عرفتها كلها. عيله ترايجر بتترجى المدير انه يدي لكايل فرصه تانية ويمتحنه. هوبر بيقول لهم الاختبار ده لازم يخلص في 5 ساعات عشان تكون درجاته معتمده وصالحه وانتوا مفيش قدامكم غير نص ساعه بس. في نفس الوقت بره لوري بتقرب من ديكلين عشان تعتذر له انها انفجرت فيه قبل كده. بتقول له يا ديكلين احنا هنروح نشرب قهوه مع بعض. ديكلين بيقول لها لا شكرا انا كده تمام ومش محتاج. لوري بتقول له خلاص اشوفك بكره. بعد كام دقيقه ووسط ذهول مستر هوبر كايل بيخلص الامتحان كله. بيقول له خلصت وهوبر ما بيبقاش مصدق نفسه ويقول ده مستحيل يحصل في الوقت ده. هوبر بيقول خلاص لو درجاته طلعت مظبوطه ومقنعه بكره الصبح اول ما نفتح هيكون معانا هنا. كايل بيروح يقابل إلكي بيقول له شكرا انك ساعدتني النهارده ووقفت جنبي. إلكي بيقول له مفيش مشكله احنا اصحاب. وإلكي اللي كان مبهور بكل اللي بيعمله كايل بيديله رسمه رسمها له وهو لابس لبس ابطال خارقين. كايل بيتاخر جدا بالحركه دي وبياخد الرسمه البيت ويعلقها على حيطه ومن غير ما حد يحس توم اللي كان زارع اجهزه تنصت في بيت عيله ترايجر بيقعد يراقب كل حركه بيعملوها من شقته وهو مستريح. في ليله عاصفه ورعد كايل بيجيله كوابيس بشعه بيشوف فيها راجل بدقن بيبص له وبيصحى وهو مفزوع ومرعوب. بعد ثواني خوفه بيزيد لما بيسمع خبط على شباكه وبيلمح خيال حد واقف بره. بيقرب بخوف ويفتح الشباك وبيرتاح لما بيلاقيه انه داكلين وبيدخله. داكلين بيقول له انا محتاج مكان انام فيه الليله دي. كايل بيقول له مفيش مشكله بس انت ايه اللي حصل لك وايه اللي مخليك نايم في بانيو كده؟ داكلين بيضحك ويقول له انت اللي نايم في بانيو يا عم انت ايه الحكايه؟ كايل بيدي داكلين بطانيه ومخده ويرجع ينام في البانيو بتاعه وديكلين بينام على الارض جنبه. الصبح كايل بيصحي لوري ويقول لها على اللي حصل. لوري بتقول يا نهار اسود
دي مش فكرة حلوة خالص، انت ايه اللي جالك هنا؟ اهلي عمرهم ما هيصدقوا انك ما كنتش في اوضتي انا. بتقول له دي المرة الوحيدة اللي انا ما عملتش فيها حاجة غلط وتلبسني مصيبة. لوري بتخرجهم بره لحد ما نيكول بتنادي عليها من المطبخ، بتقول لها كل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلب ماما. لوري بتقول لها شكرا يا ماما. كايل بيكمل وياخد ديكلان بره، بس ستيفن بيطبق عليهم فجأة، وديكلان عشان يخلص من الورطة دي بيألف قصة وانه لسه واصل حالا عشان يقول للوري كل سنة وهي طيبة، وبيقعد معاهم يفطر ويمدح في البان كيك اللي نيكول عاملاه ويقول لها تسلم ايدك. نيكول بتقول له دي الاكله المفضله للوري وانا بعملها كل سنه عشان احتفل بعيد ميلادها. كايل بيسال وبيقول يعني ده معناه ان احنا بنحتفل اننا قربنا سنه من الموت؟ وبعد ما شاف التقاليد الحلوه دي كايل بيسال نفسه هو ليه ما عندوش تقاليد خاصه بيه كده زيهم. نيكول بتشوف كايل غرقان في افكاره وبتقرب منه، بتقول له انت بتحلم بكوابيس وحاجات وحشه بالليل. بتقول له كل معلومه بتطلع من دماغك دي مهمه جدا وممكن تفيدنا. طول اليوم كايل بيشوف فلاشات وصور للراجل ابو دقن اللي بيجيله في الكوابيس، وبينما ديكلان وجوش بيلعبوا العاب فيديو كايل بيرسم الراجل ده وبيدي الصوره لنيكول. وبعدين النور بيقطع فجاه وستيفن بيخرج بره عشان يشوف علبه الكهرباء، وبيتصدم لما بيلاقي طبعة جزمة مليانة طين حوالين شباك أوضة كايل وشوية دم. بيبدأ يقلق ويقرب عشان يشوفها لحد ما توم بيقاطعه. ستيفن بيقول له كايل ابننا بالتبني رسم صورة لواحد بيبص عليه من الشباك. توم بيسأله هو رسم صورة للموضوع ده؟ ستيفن بيقول له أيوة، وأنا حاسس إني لازم أشوف الصورة دي بنفسي. جوه البيت ديكلان بيروح أوضة لوري عشان يطمن على صاحبة عيد الميلاد اللي مكتئبة. لوري بتقول له إيه اللي حصل لدماغك ده بجد يا ترايجر؟ بيقول لها مفيش حاجة والموضوع مش مستاهل صدقيني. في نفس الوقت أماندا مش بتبقى عاوزة تقعد لوحدها في بيتها، فبتيجي عندهم وتقعد مع كايل في البانيو بتاعه وتسليه. وبعد ما بيوري توم رسومات كايل ستيفن بيبدأ يشك ويستغرب حالة كايل، بيقول ده في تفاصيل دقيقة جدا ومريبة. توم بيتصدم من الرسومات وبيجري بره بسرعة ويعمل مكالمة، بيقول اللي بيكلمه الواد بدأ يفتكر حاجات والذاكرة بترجع له. وعشان يعرف مين اللي بيلف حوالين البيت توم بيراجع كاميرات المراقبة بتاعته، وأول ما بيشوف ديكلان وهو بيتسلق الشباك بتجيله مكالمة، بيقول ايوه انا عارف ازاي اوقف العيله دي واخليهم ما يسالوش اسئله تاني. اللي بيكلمه بيقول له حلو قوي نفذ. بعدين وعشان يضيعوا وقت في الضلمه شله المراهقين بيقرروا يلعبوا العاب لوحيه. كايل بيختار لوحه الويجا وبيسالها هو عيد ميلاده امتى. جوش بيقول لو في حد يقدر يشغل البتاعه دي يبقى هو كايل. اللوحه بتطلع رقم 781227. ديكلان بيقول دي تفاهه ورخامه، الواد ده مش كائن فضائي، ده حتى ما ينفعش يبقى مذيع نشره جويه. وفجأة ووسط ذهول الكل وعكس توقعات كايل المطر بيقف فجأة. لوري بتقول انتوا مش مصدقين الهبل ده بجد صح؟ كايل ده مش قوة خارقة ولا حاجة. بتقول لهم ادخلوا جوه دلوقتي حالا يلا بينا. وبينما الكل بيحاول يفهم اللي بيحصل جوش بيكمل في نظرياته الفضائية، بيقول له انا نظريتي انك هجين بين كائن فضائي وبني ادم. لوري بتقول له اسكت بقى يا جوش وبطل هبل. جوش بيقول بجد هم بيراقبوك وانت بتتعامل معانا احنا البشر وبياخدوا ملاحظات ومقاسات. كايل بيقول دي الحاجة الوحيدة اللي أعرفها عن حياتي كلها. نيكول بتتصدم من حالة كايل وبتتعاطف معاه جدا وبتطرد الكل بره وتواسيه، وكايل بيقدر لها ده جدا. بعدها توم بيجي ويقول للعيلة ترايجر على اللي لقاه، بيقول لهم البوليس بيقول إن كان في حادثة خبط وجري في الحي حوالي الساعة 2 الصبح، بس واحد من السواقين هرب من المكان ودي في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون. ولما لوري بتسمع الكلام ده بتسأل ديكلان وبتستجوبه، بتقول له انت كنت مروح البيت والدنيا كانت ضلمة ومش شايف حاجة والعربية اتزحلقت وخبطت في عربية تانية. بيقول لها ما كنتش اقدر اروح البيت لان ابويا كان هيقتلني ويشرب من دمي. كايل بيحبط من قلة الاجابات الواضحة ويرجع اوضته وبيشيل رسوماته من على الحيطة لحد ما أماندا بتدخل وتواسيه. بيقعدوا مع بعض في البانيو ويتكلموا وأماندا بتحكي له عن أبوها. على الناحية التانية ديكلان بيستعد عشان يمشي، بيقول لها انت لازم تعرفي ان مهما كان كلام هيلاري هو اللي زقني بس هي خلتني ادرك اني كنت هخسرك للابد، وده شيء يزعل قوي بصراحه. وبعد ما نيكول بتعمل للوري كيكه العيله بتتجهز عشان تحتفل. لوري بتقول انا كنت بفكر لو كايل ما عندوش مانع اني اشاركه عيد ميلادي ونحتفل بيه سوا لحد ما يفتكر عيد ميلاده الحقيقي امتى بالظبط. يا سلام على جو العيله الدافي ده. كايل بيتمنى امنيه وبينفخ الشمع مع لوري وامنيته بتتحقق واماندا بتبوسه على خده. تاني يوم الصبح كايل بيشوف بلاغ غياب عن أستاذ في جامعة واشنطن اسمه ويليام كيرن في الجورنان، وبيتصدم لما بيتعرف عليه وإن ده هو نفس الراجل اللي بيجيله في الكوابيس وبيبلغ ستيفن ونيكول. نيكول بتتصل بسرعة بالمحقق براين عشان تبلغه، وهو بيقلب في صور مسرح الجريمة بيلاقي الرقم 781227 مكتوب على واحدة منهم. الكام يوم اللي بعد كده كايل بيفضل مهووس بالبروفيسور ويليام وبيستغرب إزاي حلم بواحد ما يعرفوش أصلا.
نيكول بتقول له احنا اتكلمنا في الموضوع ده ومش كويس انك تفضل مهووس وموسوس كده. كايل بيسمع كلام نيكول وبيخرج يلعب مع الولاد بره ويبهرهم بمهاراته في رمي الكرة في السلة. بيقولوا له انت عمرك ما فكرت تلعب في فريق السلة بتاعنا؟ بيقولوا له بجد يا كايل انت لازم تيجي مركز الشباب اكتر وتختبر عشان تدخل الفريق ده، انت هتبقى نجم. كايل بيقول لهم خلاص هحاول واشوفكم هناك. وبعدين جوش بيعلم كايل مصطلحات وحركات بتوع السلة، بيقول له بص هوريك ازاي، ودلوقتي انت بقيت لعيب محترف، يلا بينا. تاني يوم ولوري بتوصل كايل التمرين، بتتخانق مع هيلاري. هيلاري بتقول لها انا لما بعوز حاجه بروح اخدها، وانتي ودينيس فشلتوا وموضوعكم باظ وهو دلوقتي متاح لاي حد. ديكلان بيعرف ان كايل هيدخل الفريق وبيخاف جدا، بيقول لتشارلي احنا مش هنقدر نوقف كايل دلوقتي خلاص. تشارلي بيقول له هو انت عمرك شفته بيشوط كوره اصلا عشان تحكم عليه؟ وبيطنشوا الكلام ده، وتشارلي بيحاول يقنع المدرب انه يدي لكايل فرصه. بيقول له يا كابتن الواد ده ما بيرحمش وما بيجيبش غير في الشبكة وكل شوطة بجون. المدرب بيقطعهم بسبب الهتاف والتسقيف اللي بره، ولما بيبصوا من الشباك بيشوفوا كايل وهو بيجيب أجوان من مسافات مستحيلة، وده بيبهر المدرب ويخليه يغير رأيه فورا. في البيت الكل بيبارك لكايل إنه دخل الفريق، وبيتكلموا عن الماتش اللي جاي ضد فريق لانس اللي خسروا منه التبتيلة السنة اللي فاتت. وبعدين ستيفن ونيكوي بيتكلموا عن القضية. ستيفن بيقول أنا قرأت عن البروفيسور كيرن ده وكل أبحاثه بتتكلم عنها إزاي المخ يقدر يوصل لأقصى طاقة ممكنة. في مكان تاني توم بتجيله مكالمة، بيقولوا له كارول طلع في الأخبار تاني والبوليس هيبدأ يربط الخيوط ببعض ويفهم. في المدرسة وجوش واثق جدا من قدرات كايل بيبدأ يراهن عليه الناس. وفي البيت وعشان يساعد كايل بأي شكل جوش بيديله كتب يقراها عن اللعبة وبيحكي له عن أعظم اللعيبة في التاريخ وبيشغل له فيديوهات كتير. وفي يوم بالليل تشارلي وديكلان بييجوا البيت عشان يشوفوا كايل ويتكلموا عن الفريق، ولما هيلاري بتشوف ديكلان وصل بتغير بيجامتها وتحط مكياج وتشده على جنب عشان تقعد معاه، لحد ما لوري بتيجي وتطلب من ديكلان انه يقعد معاها هي. ديكلان بيتخانق من انه محطوط في النص بين اعز صاحبتين وبيطنشهم هما الاتنين ويمشي مع تشارلي. وفي التمرين وكايل بيحاول ينافس كايل ويغطي عليه، كايل بيقع وكحله بيتصاب. بعدها لوري بتيجي تاخد كايل وبتفور من الغيظ لما بتشوف هيلاري بتدلع على ديكلان وبتبوظ عليهم القعدة وتطلب منه يخرج معاها. في الناحية التانية من المدينة توم بيلم واحد مدمن من الشارع. المدمن بيقول له ايه المقابل وايه التمن؟ توم بيقول له مفيش مقابل، هعملها لله. وفي نفس الوقت ويستن ونيكول بيحتفلوا انهم لوحدهم في البيت، بيسمعوا خبر بيصدمهم. المذيع بيقول في قصة حصرية البوليس اتعرف على بقايا ويليام كيرن أستاذ علم الأحياء. نيكول المصدومة بتتصل بالمحقق بس مفيش حد بيرد عليها. بتقول لستيفن هو شاف كيرن في حلمه وقدر يرسم وشه بكل تفاصيله، يبقى أكيد كان يعرفه، مفيش حل تاني ولازم نوصل للسر ده. تاني يوم البايسونز بيستعدوا يواجهوا الأبطال في ماتش السلة المصيري. واحد بيقول لصاحبه في المدرجات هو ابوك ممكن يكون متحمس ومأفور اكتر من كده. الماتش بيبدأ حلو قوي لكايل وبيجيب نقط والجمهور بيولع الدنيا، بس بعد كام دقيقة اللعب بيقلب وكايل بيبدأ يضيع الكورة والكل بيحط ايده على قلبه ويقلق. والمصيبة بتكبر لما ديكلان بيتصاب في رجله وما بيبقاش قادر حتى يقف عليها، ورغم وجع ديكلان المدرب بيغصب عليه يكمل لعب وبيهدده، بيقول له لو ما كملتش هتخسر مكانك في الفريق للأبد واحنا هنكمل من غيرك يا بطل. كايل بيعمل حركة كلها جدعنة وبيقول انا هطلع مكانه يا كوتش. بيقول له ما اقدرش العب، انا كمان كحل بيوجعني، وبيمثل انه مصاب. باقي الولاد بيعملوا زيه تضامنا مع ديكلان والفريق كله بيخسر الماتش بالانسحاب. في حتة تانية نيكول بتروح اسم البوليس عشان تفهم ايه اللي بيحصل في القضية. بتعرف ان الراجل اللي مات ده كان عنده سوابق شروع في قتل واعتداء. الضابط بيقول لها احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نساعد كايل. وتوم من شقته قاعد بيراقبهم وسامع كل حاجة. نيكول بترجع البيت وتقول لكايل إن القتيل هو البروفيسور كيرن. كايل بيقول لها أيوة غالبا هو، بس لحد دلوقتي محدش قادر يربط الخيوط ببعض. في نفس الوقت ستيفن بيكتشف حوار المراهنات بتاع جوش وبيمسح بيه البلاط وبيأمره يبيع شوية من ألعاب الفيديو بتاعته عشان يسدد الديون اللي عليه ويتعلم الأدب. لوري بتروح تدور على هيلاري وتتكلم معاها وتصفي النفوس. بتقول لها أنا جاية بس أقولك إني مش هتخانق معاكي تاني عشان خاطر ديكلان. تاني يوم ديكلان بيشكر كايل ويقول له دايما في موسم جاي، يلا نشوت شوية ونتسلى. بالليل كايل بيحلم كابوس بيشوف فيه توم وهو بيقتل ويليام في الغابة، وعشان نيكول شايفة أحباط كايل وقرفه بتجيب دكتور تنويم مغناطيسي عشان يساعده يفتكر ماضيه. كايل بيوافق وهو متحمس جدا إنه يوصل لأي خيط. نيكول بتشغل جهاز التسجيل وكايل بيتخدر وبيبدأ بيفتكر إنه كان في عربية في الغابة وشاف توم بيقتل البروفيسور ويليام قدام عينه، بس لما الدكتور بيطلب منه يفتكر أي أحداث قبل لحظة
الجريمة كايل بيبدأ يهرطل بكلام مش مفهوم خالص. نيكول بتترعب وبتخاف عليه وبتوقف الجلسة فورا. بتقول إن خوفه من حارس الأمن توم فوز ده مش جنون عظمة، دي حقيقة وواقع. ستيفن ونيكول بيتكلموا عن جلسة التنويم المغناطيسي دي والرعب اللي شافوه. ستيفن بيقول لها ما تقلقيش، أنا كلمت شركة الأمن النهاردة عشان أطمن. كايل بيجيب آخره من اللغز ده وصبره بينفد على الآخر. بيسمع إن ديكلان رايح جامعة واشنطن وبيطلب يروح معاه، ولوري بتعمل خطة. لوري بتقول أنا شايفة إن كايل محتاج أجازة من وجع الدماء ده كله. تاني يوم الظهر توم بيروح لنيكول البيت ويخبط عليها. بيقول لها أنا آسف على الإزعاج بس أنا بطمن عليكم. بيقول لها أنا معجب جدا بيكي يا مدام تراجار وبحترمك. الثلاثي بيطلعوا بالعربية على الجامعة عشان يفكوا اللغز. هناك بيقابلوا أنا مساعدة الأبحاث بتاعة بروفيسور ويليام. بيقولوا لها كايل فاقد الذاكرة والوحيد اللي فاكره هو البروفيسور كيرن. كايل بيقول لها اختبريني، أنا هحل كل امتحاناته وهثبت لك إني أعرفه. أنا بتتصدم وبتوافق وتعمل له سلسلة اختبارات معقدة. أنا بتتصدم وبتقول دي حاجة استثنائية، درجات كايل عدت المعدل الطبيعي بمراحل. وكايل بيبص حواليه في المكتب وبيتصدم صدمة عمره. بيشوف صورة طالب دراسات عليا في الكيمياء الحيوية شبهه بالملي. الصورة دي متصورة سنة 1985 وكايل دماغه بتلف. لوري بتكلم أبوها وتقنعه يباتوا هناك عشان حسوا إنهم قربوا للحقيقة جدا. لوري بتغير جدا لما بتشوف ديكلان واقف بيكلم بنت وبتمشي تسيبه. بتروح تستكشف الجامعة مع طالب هناك اسمه ويس عشان تغيظ ديكلان. في البيت نيكول بتاخد بنصيحة جوش وبتبطئ التسجيل بتاع جلسة التنويم المغناطيسي. بتكتشف ان كايل ما كانش بيهرطل، ده كان بيقول سلسلة ارقام وحروف مكررة. نيكول بتسمعها لستيفن وستيفن بيقول دي اكيد شفرة بس انا مش فاهم منها حاجة. في الجامعة انا بتلاقي كايل قاعد لوحده وبتضمه. بتقول له ويليام كان هيفرح قوي لو كان عايش وقابلك. الصبح بدري انا بتزور كايل وتقول له الراجل اللي في الصورة اسمه آدم بالين. الثلاثي بيروحوا يكلموا السكرتيرة القديمة وبيسألوها على عنوانه أو رقم تليفونه. بتقول لهم آدم بالين مختفي من 20 سنة ومحدش يعرف عنه حاجة. في البيت ستيفن بيقول لنيكول الشفرة دي إحداثيات خطوط طول وعرض، بس بيقول لها الموقع ده مقفول ومحظور على الخريطة ومحدش يقدر يوصل ليه. في الجامعة الثلاثي بيدوروا في صناديق أبحاث آدم القديمة اللي مركونة من سنين، وكايل بيلاقي رسمة للرمز إياه ومعاه نفس سلسلة الأرقام بالظبط. ستيفن بيكتشف إن العيال كذبوا عليه وبيكلم لوري ويطين عيشتها. بيقول لها الإحداثيات دي 47 27 شمال و122 18 غرب، ودي في غابة قريبة من هنا. بيأمرها ترجع بالعربية حالا على البيت ومفيش نقاش. توم بيسمع المكالمة دي من شقته وبيطير على هناك فورا. كايل بيسيبهم ويروح الغابة لوحده وبيقول لديكلان خليك في العربية. هناك بيلاقي مجمع متصور وبيحاول يتسلق السور، وفجأة واحد مقنع بيشده من على السور ويضربه ويقعوا على الأرض. كايل بيدافع عن نفسه بمهارة وبيشيل القناع وبيكتشف إنه توم بيقول له أنا بعمل كل ده عشان أحميك ولازم تنسى الماضي ده خالص. بيقول له لو ما نسيتوش هتحط نفسك وتحط عائلة تراجار كلها في خطر وموت. الولاد بيرجعوا البيت وستيفن ونيكول بيمسحوا بيهم البلاط عشان كذبوا عليهم وكسروا الأوامر. كايل بيشيل الليلة كلها وبيقول لهم أنا مش هدور في الماضي تاني، الموضوع انتهى. ديكلان بيفهم إنه مش هينفع يفضل يلعب بقلب لوري والاتنين بيرتبطوا ببعض. جوه مجمع الشركة السري مدير الأمن سايرس رينولدز بيشوف تفريغ الكاميرات لكايل وهو بيتسلق السور. مديرته ريتشل بتسأله إزاي الولد ده لسه عايش. سايرس بيقول لها إنه لسه بيبحث في الموضوع وريتشل بتأمره يلاقيه فورا. في حتة تانية توم بيجيله مكالمة من شخص مجهول. توم بيأكد لهم إن كايل بطل يسأل لأنه أمره يسكت. الشخص بيحذره إن الشركة هتربط الخيوط ببعض وهيبعتوا حد وراه. في البيت نيكول مستغربة من تغيير كايل المفاجئ، بتعرض عليه تتكلم معاه عن اللي حصل في الجامعة بس كايل بيرفض بأدب وبيقول لها إنه مش محتاج علاج. وفي الشركة ريتشل وسايرس بيتكلموا عن توم، بيجيبوا سيرة دينيس بانكر اللي مضى استقالة توم وبيقولوا إنه اختفى هو كمان. في البيت نيكول يأسى وعايزة تساعد كايل. بتكلم معالج اسمه لو دانييلز وبتتناقش مع ستيفن في الفكرة. بتقول له إنها حاسة إنها فقدت موضوعيتها وده مأثر على تقدم كايل. ستيفن بينصحها تدي الموضوع شوية وقت. كايل بيكتشف إنه عنده قدرة سمعية خارقة. بيطلب من ديكلان يساعده عشان يتجسسوا على ديكلان بيأجل خروجته مع لوري وده بيعصبها جدا وبيطلب منها يتقابلوا في الملاهي. لوري بتحس بالوحدة فبتتصل بهيلاري تخرج معاها بس هيلاري بتقفل معاها بسرعة وتقول لها إنها رايحة تقابل حبيبها السري. كايل وديكلان بيروحوا
بيروحوا شركة الأمن عشان يجيبوا عنوان توم. بيقولوا للموظف في الاستقبال إن توم جارهم وطلعهم من مشكلة كبيرة وعايزين يردوا له الجميل. الموظف بيقتنع وبيديهم العنوان. في نفس الوقت سايرس بينصب كمين لتوم وبيفاجئه. توم بيسأله عايز ايه؟ سايرس بيقول له انت عارف الشركة اللي بنشتغل فيها، وبيقول له انهم اضطروا يقتلوا كيرت وبانكر بسبب حمايته للولد. كايل وديكلان بيوصلوا شقة توم، وكايل بيسمع من ورا الدباب. بيتصدم لما بيسمع صوت نيكول ولوري طالع من جوه شقة توم، وبيستغرب ايه اللي بيحصل. بمجرد ما توم بيخرج بيدخلوا الشقة. بيترعبوا لما بيكتشفوا ان توم مركب اجهزة تنصت ومراقب بيت تريجر كله. توم بيرجع فجأة فبيهربوا بالعافية قبل ما يقدروا يفصلوا الأجهزة. توم بيدخل وبيكتشف ان نظام المراقبة شغال. بيفهم ان في حد كان هنا وبيلمحهم وهم بيجروا في الشارع. وفي نفس اللحظة سايرس كمان بيشوفهم وبيمشي وراهم. شخص مجهول بيكلم سايرس ويقول له اختار اللحظة المناسبة ونفذ. ديكلان وكايل بيروحوا الملاهي ومش حاسين ان سايرس ماشي وراهم. بعد دقايق ديكلان بيقابل لوري ويسيب كايل. كايل بيبقى مبهور بالألعاب وواقف متسمر بيتفرج عليها بطفولة بريئة. بعدين بيقابل أماندا اللي بتطلب منه يركب معاها الدوامة وبيوافق بفرحة. ومن مكانه على الدوامة كايل بيسمع ديكلان وتشارلي بيتكلموا من بعيد. بيحس بالإحباط لما بيكتشف ان تشارلي بيخون أماندا مع هيلاري. وبعدها على طول بيشوف سايرس رافع السلاح على توم. كايل بيستخدم سمعه الخارق عشان يفهم ايه اللي بيحصل. بيسمع سايرس بيقول لتوم انه كان لازم يصفيه حسب التعليمات. توم بيرد ان اللي حصل حصل وخلاص الوقت فات ولازم يسيبوه في حاله. وفي لحظة صادمة للكل كايل بيقع على الأرض وتجيله تشنجات وبينقلوه المستشفى فورا. الدكتور بيقول ان كايل شاب محظوظ وحالته استقرت وبيرتاح دلوقتي. في نفس الوقت دكتور الأشعة بيجيله تليفون غامض. الدكتور بيقول للمتصل انت صح، كل إنسان شريف وليه تمن حتى دكاترة الأشعة. ديكلان بيقنع لوري تدخله لكايل في الأوضة. بيقول لها انه شاف توم هناك وكان معاه راجل مسلح، وبينصحه يثق في عيلة تريجر ويحكي لهم اللي بيحصل. بيقول له اشكر ربنا على عيلتك لان ده الوقت اللي محتاجهم فيه بجد. ولما كايل بيبقى لوحده نيكول بتدخل تتكلم معاه. بتقول له انهم ما تكلموش من فترة وان مهمتها تساعده يتخطى ازمته، بس بتعترف انها حسسته انها امه وده اللي بوظ العلاقة العلاجية بينهم. وعلى الناحية التانية من المستشفى لوري بتشوف هيلاري وتشارلي بيهزروا بشكل غير لائق، وبتتصدم لما تكتشف مين هو حبيب صاحبتها السري. وبعد لحظات المحقق برين بيدخل ومعاه زوجين اسمهم ديفيد وجوليا بيترسون. المحقق بيسألهم انتوا مين؟ وجوليا بترد دي انا امك. الكل مصدوم، وكايل وجوش ولوري بيتذمروا من التحول المرعب ده. عيلة بيترسون بيحكوا ازاي فقدوا كايل لنيكول وستيفن. بيقولوا انهم افتكروه اتخطف في عملية ابتزاز، وبيقولوا لنيكول وستيفن ان في تحليل DNA بيتعمل دلوقتي، وبيدوهم ألبوم صور عشان كايل يقلب فيه يمكن ذاكرته ترجع له. كايل بيخرج من المستشفى ويروح في اوضته بيقلب في الصور وما بيفتكرش اي حاجة ولا اي شخص في الصور. بيحس بالاحباط وبينده على توم في سره ويقول له انا عارف انك سامعني، مين الناس دي؟ كايل بيرجع الصالة وبيمطر عيلة بيترسون بالاسئلة. بيقولوا له اهدى شوية يمكن لو حكينا لك حكايات تفتكر. بيقول لهم عايزيني اسأل طيب مين ادم بالن وايه الرمز ده؟ تعرفوه؟ ودلوقتي بيمثلوا انهم عارفينه. تاني يوم الصبح كايل بيستعد يروح الكنيسة عشان احتفال اماندا زي ما عزمته، وبيتفاجئ ان جوش متحمس يروح معاه. اول ما الولاد بيخرجوا ستيفن ونيكول بيفضلوا في البيت يقلبوا في الالبوم. ستيفن بيقول انه اتعود ان كايل ما عندوش ذكريات وبيسألها عاملة ايه؟ نيكول بترد انها كويسة، بس ستيفن بيقول لها متأكد انك مش كويسة، انا نفسي مش كويس. في الكنيسة بعد الاحتفال كايل بيدي اماندا هدية وبيحاول يكلمها، بس كارول بتاخدها بعيد، ولوري بتسحب هيلاري وتقول لها انها عرفت كل حاجة. بعدين كايل بيقابل ديكلان ولوري وجوش وبيتناقشوا في القضية. بيسألهم لو نتيجة DNA طلعت وبيقولوا له لسه. ديكلان بيحاول يطمنهم انهم مش مجرمين، دول زوجين لطاف من كونكتيكت فقدوا ابنهم. في الشركة ريتشل بتكلم سايرس في مكتبها، بتقول له انها مش عايزة اي دليل على تجربتهم يكون موجود بره قواعد الشركة. في البيت لوري بتنصح هيلاري، بتقول لها انه عارف انه مش عايز يجرح اماندا دلوقتي لانها فقدت ابوها، وبتديها الخلاصة اللي بيخون حبيبته معاكي ايه يضمن لك انه مش هيخونك انت كمان. اماندا بتزور كايل في اوضته وتقول له المفروض تبقى فرحان. كايل بيرد وانه مش فرحان وانهم لسه ما اتكلموش في كل اللي حصل له من امبارح. بعدين عيلة تريجر بيجهزوا عشاء لعيلة بيترسون عشان كايل يقعد معاهم، وبيتبلغوا ان نتيجة التحليل طلعت متطابقة. كايل بيقول انا مش هروح معاهم. ستيفن بيقول له احنا اكيد مش عايزين نخسرك بس الموضوع مش بالسهولة دي. كايل بيرد بعياط ازاي اروح اعيش معاهم وانتوا العيلة الوحيدة اللي اعرفها. وفي الوقت ده كايل وهو ماشي البيت ومش واخد باله ان سايرس ماشي وراه، بيتخدر ويتخطف من شخص مجهول. بيصحى للاقي نفسه في عربية نقل وبتطارده ذكريات مرعبة. في البيت
جوليا بتمثل إنها خايفة إن كايل يكون اتغير في السنين اللي فاتت. ستيفن بيقول لها ما اقدرش ألومه إنه خايف، إحنا غرباء بالنسبة له ويمكن ما يكونش هو الوحيد اللي خايف. في الغابة الذاكرة بترجع لكايل عن الليلة اللي حصلت في الغابة. بيسمع صوت بيقول إن جهة اسمها سايزكس أمرت بتصفيته وإنهم مش هيقدروا يسيبوهم يمشوا. وبعدين كايل بيشوف بوضوح توم وهو بيقتل ويليام، وفي اللحظة دي كايل بيتصدم لما بيكتشف إن توم هو اللي خطفه. توم بيقول له أنا فاكر اللي حصل مع كيرن وعشان كده حذرتك تبطل أسئلة. وفجأة من جوه الغابة سايرس بيضرب عليهم نار وبيصيب توم. كايل بيتصرف بسرعة وبينقذ توم وبيهربوا بالعربية. توم بيرفض يروح المستشفى وبينصح كايل يهرب، بس كايل بيرفض يروح أي حتة قبل ما يفهم القصة كلها من توم. بيسأله ليه مش فاكر أي حاجة قبل الليلة اللي في الغابة دي، وليه الناس دي عايزة تقتلني؟ يا ترى توم كان بجد بيحاول يحميه؟ دي حاجة ما كانتش متوقعة خالص. ولما عيلة بيترسون بيجهزوا عشان يمشوا من البيت كايل بيوصل وبيصدم الكل. بيقول لهم بكل هدوء أنا افتكرتكم. نيكول بتمسك دموعها وبتقترح عليهم يجيبوا معالج جديد لكايل عشان يساعده يملى الفراغات لما يروحوا. كايل بيسألها ليه ما تفضليش انتي المعالجة بتاعتي؟ ستيفن بيقول لها فعلا انتي تعرفيه اكتر من اي حد، بس عيلة بيترسون بيقولوا انهم عايشين في كونيتيكت ومش عايزين يتسرعوا. كايل بيفاجئهم ويقول انه هيكون جاهز يسافر بكرة. جوش بيزعل جدا من الكلمة دي وبيمشي ويسيبهم. ستيفن بيسأله انت اكيد مش قصدك اللي بتقوله ده يا كايل؟ في حفلة الوداع الكل حزين ومكشر. ديكلان بيقرب من كايل وبيعاتبه، بيقول له انا تعبت نفسي عشانك وكتمت اسرارك وبوظت علاقتي بلوري، لو كان في حاجة تستاهل تتقال تفتكر ما كنتش هلاقي لك طريقة اشاركك بيها. تشارلي بيقرب من كايل عشان يدافع عن نفسه ويقول له انه مش شخص سيء، بيقول له ان موضوع هالري ده مجرد حاجة جسدية ملهاش دعوة بحبه لأماندا. وكايل بيرد انه محتاج يعمل كده دلوقتي. في البيت ستيفن ونيكول بيجهزوا الشنط وقلبهم بيتقطع. بيقولوا ان كايل رايح بيته وده المكان اللي ينتمي له، بس ده مش بيقلل الوجع. بيحاولوا يقنعوا نفسهم ان دي طبيعة شغلهم وان قصص الرعاية نادرا ما بتنتهي نهاية سعيدة. في الحفلة لوري بتواسي هالري المكسورة وكايل وأماندا بيودعوا بعض، وأماندا بتقول له أكيد هشوفك تاني، ده مش وداع للأبد. بيحضنوا بعض بحرارة وكايل بيروح أوضته يجهز شنطته. نيكول بتدخل تتكلم معاه وتقول له أنت مش هتاخد الرسومات دي عشان تفتكرنا بيها؟ كايل بيرد إنه هيرسم غيرها. وهو خارج ديكلان بيجيله يودعه رغم إنه زعلان منه. وبعد ثواني جوش اللي كان بيتهرب طول اليوم بيظهر. بيقول لكايل بعد كل ده طلعت مجرد ولد عادي بأهل عاديين. وكايل بيرد واضح كده. كايل بيودع كل فرد في العيلة اللي ما يعرفش غيرها وبيركب العربية. بيقول لديكلان انه ساب له شوية حاجات في اوضته. واول ما كايل بيمشي نيكول بتدخل اوضتها وتنهار من العياط على فراق كايل اللي اعتبرته ابنها. على الناحية التانية ديكلان بيدخل اوضة كايل وبيلاقي صندوق، بيلاقي فيه رسالة من كايل بيفكروا باجازة هاواي اللي راحوها وهو عنده 9 سنين وازاي خدوا متحف العلوم اللي فيه ممرات الهمس. ديكلان بيفتكر جملته لو كان في حاجة تتقال تفتكر ما كنتش هلاقي لك طريقة أشاركك بيها. وبيفهم إن كايل كان بيمثل وإنه سايب له إشارة. في نفس الوقت كايل في العربية بيمسك دموعه وبيواجه الزوجين، بيقول لهم بكل برود انتوا الاتنين كذابين محترفين. بيرد عليه ده شغلنا. في حتة تانية توم بيجيله مكالمة، بيعرف إن منظمة سايزكس جاية وراه. المتصل بيسأله قلت للولد إيه؟ توم بيقول إنه خلاه يمشي مع عيلة بيترسون لأن دي الطريقة الوحيدة عشان يحمي عيلة تريجر، وبيقول إنه هيكون في انتظارهم. في العربية كايل بيسترجع آخر مكالمة بينه وبين توم. بيفتكر توم وهو بيقول له قبل الليلة دي انت ما كانش ليك اي وجود اصلا. في الشركة ريبيكا وسايرس بيتكلموا عن حالة القضية. بيقولوا ان الموضوع مضحك لان كايل ملوش اي ماضي وان كل الورق والمستندات بتوصل لطريق مسدود. كايل بيوصل لمجمع متصور وهناك بيتفاجئ انه بيقابل آدم بيعرض عليه يحكي له كل حاجة وبيدخله جوه. وفي الشركة ريتشل وسايرس بيكملوا كلامهم. بيقولوا ان التجربة 7-8-1-2-2-8 في حالة ممتازة. والمشهد بيقفل جوه الغرفة. بنشوف كبسولة مليانة سائل بينك جواها شخص متعلق ومكتوب عليه رقم التجربة XX781-2-2-8. وهنا يا شباب بتخلص حكاية كايل العجيبة. بعيدا عن جو الأكشن والمعامل والتجارب، المسلسل ده ساب جوانا رسالة مهمة جدا. كايل اللي طالع من حوض إزاز وما عندوش سر أصلا طلع أجدع وأحن من بشر كتير طبيعيين عايشين وسطينا. قصته بتعلمنا إن العيلة مش بس اللي بيربطك بيهم دم، العيلة هم اللي بيفتحوا لك بابهم
ظهرهم ويشيلوك في عينيهم وقت الشدة، والإنسانية الحقيقية في قلبك ورحمتك. عاوزكم بقى تنزلوا في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم في رحلة كايل دي ايه، ولو الملخص ظبط لك مودك ما تنساش تنزل دلوقتي حالا تدب اللايك الشيك بتاعك، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان الحكايات الجاية أتقر وأمتع. أشوفكم على خير في قصة جديدة. سلام.